وما تغطوش شيء، وبعد ما يطيب تحطوا له بصل اخضر. بدهم مجهزين عليه جنب دحي حللوه بالحليب مع شويه ملح. وهذه الخبزه اليابسه من برادايس جنينه على الاخر. عرفتوا تحمص الحاجه وتخليها مقرمشه هلبة. بديت التورتيلا درت لها صوص مخلط بين الكاتشب والمايونيز والخردل، حطيت الدجاج وجبنه الشرايح وجبنه الموتزاريلا. ضروريه في الوصفه هي باش ما تفهموهاش هي شاورما ولا اصابع موتزاريلا، ونلفوها واهم حاجه نضغطوها كويس ونسكروها من الجناب. وباقي الكميه متاعنا اخر خطوات ان احنا نغمسوها اول حاجه في الدقيق، وبعدين في خلطه الدحي اللي درناها، واخر حاجه في الخبزه المرحيه اللي في منها نوعين، حاره وعاديه. بعدها عندي القلايه من ديكاكيلا حطيت فيها خبيزتي في زيت سخون وقليتها. جديات خاطري نسمعكم صوت التقرميشه كيف نقلب فيها في القلايه، التقرميشه باينه وواضحه. يكون عندنا احلى عشاء واحلى سندوتش زي العسل البنت. الله استفدتوا من الفيديوهات وليلتكم سعيده، تصبحوا على خير والسلام عليكم.